السلام عليكم. هنبتدي الفيديو دلوقتي هنقول لهم 10 اسئله، واللي هيجاوب عليه صح هياخد فلوس او هياخد حاجه هما بيحبوها. هما نفسهم ياكلوا اندومي، فانا بصراحه قلت لهم اقول لكم الاسئله، لو جاوبتوا هديكم اندومي. فهنقول اول سؤال، هم 10 اسئله دينيه، هيجاوب عليها صح هياخد الفلوس وهياخد الاندومي. اول سؤال لروان. روان، من اول من سعى بين الصفا والمروه؟ هاجر ولا ابراهيم ولا ساره؟ هاجر. برافو عليكي. اول 10 جنيه روان، شطوره. يلا يا رودي، ما المقصود بيوم الفرقان في القرآن الكريم؟ فتح مكة ولا غزوة بدر ولا غزوة أحد؟ ثانية. فكري براحتك. بجد لسه فاكراها. ها، غزوة بدر. غزوة بدر، برافو عليكي. تاني 10 جنيه لرودينا، واللي مش هيعرف يجاوب التاني هو اللي يجاوب وياخد مكافأة اللي ما جاوبش. السؤال التالت روان. أنزل الله تعالى القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام خلال فترة 23 سنة ولا 25 سنة ولا 27 سنة؟ 23. 23، برافو عليكي. تاني 10 جنيه روان. رودينا، ما اكثر سورة تكرر فيها اسم الرحمن؟ فكري شوية عشان انتي كنت بتلخبطي في السؤال ده كتير. سورة الرحمن ولا سورة البقرة ولا سورة مريم؟ سورة مريم. شاطرة، برافو عليكي. تاني 10 جنيه. السؤال التاني بقى عليه اندومي، تمام؟ السؤال الجاي. 5 روان. إلهي مفتح لي أبواب رحمتك، هو الدعاء ده خروج من المنزل ولا خروج من المسجد ولا الدخول من المسجد؟ دخول المسجد. برافو عليكي. كده هتاخد هي الاندومي، اتفضلي. محظوظة. يلا جاوبي السؤال التاني وانت تاخدي الاندومي بتاعك، تمام؟ يا رب. ما هو عمر النبي الذي بعث عليه الانسان يوم القيامه؟ ايه هو العمر اللي احنا بنصحى عليه يوم القيامه؟ 33 عام ولا 40 ولا العمر اللي بنموت عليه؟ 33. شاطره، برافو عليكي. الاندومي بتاعك كده هتاكلوا اندومي النهارده. السؤال السابع روان، ماشي. ما هو الحيوان الذي يرى الشيطان، اللي بيشوف الشيطان؟ الكلب ولا الحمار ولا الذئب؟ اللي بيشوف حمار، الشيطان. صح؟ الايه؟ حمار. شاطره، برافو عليكي. تاني السؤال ده بقى هيبقى ب20. 20، برافو عليكي. رودينا ركزي. السؤال التاسع. ايه هي مدة بقاء سيدنا عيسى عليه السلام بعد نزوله على الى الارض؟ 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين؟ ايه هي المدة اللي سيدنا عيسى عليه السلام بعد نزوله على الى الارض؟ 3 سنين ولا 7 سنين ولا 5 سنين؟ 7 سنين. برافو عليكي. تاني 20 جنيه. شاطر. انا بص بقى، زي بعض. السؤال الاخير ده عليه 100 جنيه، اللي هيجاوبه صح هياخد ال 100 جنيه. هو تقيل وانا عارفه ان هو تقيل، معلش فكروا. بس اللي هيجاوب اسرع، انا هقول السؤال، هو انا مش هقول روان ولا رودينا، اللي هيجاوب اسرع هو اللي هياخد ال 100 جنيه، تمام؟ هو السؤال تقيل شويه بس هنعرف نجيبه ان شاء الله. متحمسة جدا. ما هو اسم الجبل الذي، هنجاوب اسرع، اوكي؟ مش اللي يجاوب وبنعاند في بعض، لا، اللي هيجاوب اسرع. انا مش هقول اختيارات، السؤال ده مش هقول ليه اختيارات، انا هقوله على طول وهديكوا يا دوبك ثانيه كده، واللي هيقول اسرع من التاني هو اللي هياخد ال 100 جنيه. ماشي. ما هو اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام؟ الجبال. طب انا اقول ايه بقى؟ مين اللي قال الاول؟ احنا اللي. انتوا الاتنين؟ طب انا هعتبر نفسي، عشان بس اول تحدي على القناه ان انتوا بينكم انتوا الاتنين اسئله دينيه، فانا هعتبر نفسي ان انتوا قلتوها في نفس الوقت، وهتاخدوا ال 100 جنيه انتوا الاتنين. بالراحه بالراحه. انتوا الاتنين كل واحد هيبقى 50 على السؤال دوت. وبعد كده ان شاء الله لما نعمل فيديوهات تانية هيبقى ما فيهاش زعل، وان احنا اللي يجاوب هو اللي ياخد بس. وانتوا برافو عليكم، شطار وعرفتوا تجاوبوا الاسئله، وانا فرحانه بيكم. ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم ويكون عجبكم. وان شاء الله كل يوم هنعمل تحديات، وكل يوم 10 اسئله جداد مع بعض ان شاء الله. يلا، السلام عليكم ورحمه الله.